السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخ نشوى الخطيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تنسوش الدعوة الحلوة منكم لأبويا وأمي بالرحمة، ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويسامحهم هما وأمتنا جميعا يا رب العالمين. طبعا احنا النهارده يوم مش عادي، هو رمضان كله يوم مش عادي، بس الدفعة بقى حبيب قلبي ابني جه بالسلامة. ربنا يا رب كده اللي ليه حد في جيش يجيبوله بالسلامة، واللي في سفر وفي غربة يا رب يسترها معاهم ويجوا بالسلامه. طبعا بقى عملت له الحلو كله، كل الحاجه في نفسه فيها انا عملتها. كوسه بشاميل زغنطوطه كده، تقولوا لي يا نشوى عامله حاجات صغيره، عامله حاجات صغيره لان بيتبقى كتير والبركه بتحصل. والله لو عامله حتى لو ربع كيلو حاجه بتتبقى كتير جدا الحمد لله. فانا عملت كده حاجه صغنونه كده، ايه، كوسه بالبشاميل. هتشوفوا الطريقه بتاعتها هتعجبكم جدا وتحفه. وبرده طاجن صغير كده مكرونه بشاميل صغير برضو يا دوبك، عشان لو اتبقى يبقى اكلنا بكره ان شاء الله، وايه ما يبقاش الاكل كتير. الدكر البط بقى كبير بتاع السفره بتاعتنا، الكبير كبير يا جماعه. دكر البط المحترم ده بلدي بلدي متزغط ومتربي، والجماعه الفلاحين عارفين يعني ايه بلدي. بسم الله ما شاء الله، متكتف كده ومتظبط كده وحاجه ايه خيال. اللهم صل على النبي. الف هنا وشفا للي ياكل. ومعايا بقى صينيه الرقاق بتاعتنا بقى يا سيدي، بقى يا سيدي يا سيدي، الرقاق الخطير، الرقاق المغرق، الرقاق الايه المغرق. تمام كده. ايه اللي فاضل بقى؟ اللي فاضل معانا المحشي، الورق العنب والكوسه اللي كنت حاشيها له وشايلها له، اهي بتتشرب بقى وخلاص. باقي خلاص حاجات بسيطه جدا. وعامله بقى قمر الدين، بصوا الشفشق الحلو ده. رمضان يجمعنا دايما يا رب، يجمعنا بالخير. وعامله بلح برضو بالخشاف باللبن، بلح بالخشاف باللبن، والحمد لله كده. وجايبه فيروز وشيبسي، ويا رب كده يكون فطارنا عجبكم النهارده ان شاء الله يا رب دايما كده. بصوا الطعامه، بصوا الجمال، بصوا 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 الدكر البط بتاعنا الاصلي اصلي. هنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا يا رب العالمين. هنا طماطمايه وبصلايه ورق لوري وحبهان ونص برتقانه كده معصوره، يعني القشره بتاعتها عشان تضيع الزفاره خالص. انا منضفاها مخليها زي الفل. اللهم صل على النبي. ده دكر بط بقى فلاحي على ايه، على اصوله زي ما بيقولوا بقى، ايه، على ابوه. بسم الله ما شاء الله، متزغط كده وحاجه ايه فاخر من الاخر. طبعا مش هيجي الاحسن من الدفعه. حبيب قلب ماما جيب الف سلامه يا رب، نزل اجازه قلت اعمل له الحلو كله مش خساره فيه. تمام. حطينا بقى الدكر البط بتاعنا بقى يستوي بقى مع نفسه كده. ونيجي هنا بقى نحط بقى ايه، بصل وحته سمنه شويه زيت، ونعصق بقى اللحمه عشان نعمل له احلى رقاق مغرق. استغفرك واتوب اليك يا رب، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. استغفروا ربنا كتير، وادعوا لحبايبكم، وادعوا لاهليكم وولادكم وازواجكم يا رب. اللهم امين يا رب. اشف مرضانا ويرحم موتانا. هنا بقى شوية بقى بصل بودر وشوية بابريك وشوية زعتر وشوية ملح وشوية جوز الطيب كده، وتتبيلة حلوة قوي بقى مع اللحمة كده، ايه، تدي بقى الرق طعم وريحة. رمضان كريم عليكم يا رب كده وعلى الأمة الإسلامية، ويكون يا رب كده أيامه كلها خير وبركة ورزق للجميع، ويجعل بيوتكم عمرنا بالخير اللهم آمين. حط بقى معلقة سمنة وشوية بصل صغيرين كده. هنعمل ايه بقى عشان يبقى واحدة واحدة معاكم كده ما لخبطكوش. دكر البط المحترم ده حطيناه يتسلق خلاص. دي بقى كوسة كانت عندي في التلاجة، عملتها ايه، قشرتها عملتها شرايح. هعمل بقى ايه، طاجن كوسة بالبشاميل. طاجن كوسة بالبشاميل صغنن كده حلو كده، عشان ايه، الدفعة حبيبي بيحبوا شوية زعتر بقى حلبي بقى بالسمسم بالجوز الطيب مشكل تحفة، بيخلي الاكل حكاية. شوية فلفل اسود وشوية ملح صغيرين. طبعا احنا لما يكون عندنا عزومة او بنعمل اكل او غدانا في البيت او في رمضان، بنعمل بقى ايه كذا صنف وكذا حاجة، وحط حلة هنا وحلة هنا، والعيون كلها شغالة وايدك شغالة، ايه، ما بتنامش، ودماغك صاحية ما بتنامش مع الاكل عشان ما يتحرقش. هو كيس مكرونة واحد، عشان هعمل بقى طاجن مكرونة بالبشاميل صغير وطاجن كوسة بالبشاميل صغير.
واحنا دلوقتي البط على النار، وهيبقى معانا بقى بعد كده واحده واحده عشان تعرفوا. اللحمه بتتعصج اهي على جنب. هنا بقى كان عندي حتتين بانيه في قلب الفريزر، قلت اطلعهم بدل ما اعمل المكرونه باللحمه والكوسه باللحمه والرق باللحمه، لا قلت اشكل بقى اعمل المكرونه بالفراخ. بس طلعت تحفه، بسم الله ما شاء الله، خطيره. لان انا لما كنت عامله بانيه قبل رمضان اتبقى معايا حتتين كده متبلين زي ما هم كده بتتبيلتهم، حطيتهم في الفريزر. جيت بقى وانا شغاله كده قلت انا هعمل كله باللحمه، طب ما اطلع الحتتين بانيه دول اقطعهم حتت صغيره كده اهو، واقوم عاملاهم كده تشويحه بمعلقه سمنه واعملهم لايه، للمكرونه. هنا بقى اللبن بتاعي كنت بغليه هناك، لبن بقر كنت جايباه بقى من طنطا، وانا جايه بقى شايلاه في الفريزر وبسحب منه بقى حلو. فقلت بقى ايه اعمل البشاميل. حطيت 3 معالق دقيق مع حته السمنه شويه زيت ذره، وايدك شغاله كده عشان ما يكلكعش معاكي. طول ما ايدك شغاله كده عمره ما هيكلكع معاكي ولا هيعمل، حتى وانت بتنزلي اللبن ايدك تبقى شغاله. بسم الله الرحمن الرحيم، بسرعه بسرعه كده ايدك تبقى شغاله على طول عشان ما يكلكعش. بصوا بيتخن بسرعه ازاي، بسم الله ما شاء الله. حطيت الكيلو كله، شويه ملح كده وشويه فلفل. مجرد ما احس بقى ان هو لف معايا اقوم حاطه بقى ايه، حته جبنه موتزاريلا. الجبنه الموتزاريلا بقى جايه معايا ايه مع الحر في المطبخ سخونيه، ساحت على بعض، فمش هتخسر برضو، هتبقى زي الفل. حطيت حته كده، بصوا بقت تحفه. بقت البشاميل كله عباره عن جبنه. جبنه الكيس بتاعنا بقى كده نحط عليه شويه ونقلبهم حاجة حاجة كده، واحدة واحدة هتتعمل معانا. البط بتاعنا بيستوي وزي الفل وعنا عليه وبنشوفه كل شوية. هعمل الطاجن الصغير ده، بوريكم اللي انا بعمل طاجن صغير، لان رمضان طبعا مش عايز الاكل يبقى كتير ويتركن، وتاني يوم بتبقى عايزة تغيري وتعملي حاجة تانية. تحطي نص الكيس كده في الكمية في الطاجن، وتحطي بقى تظبطي اللحمه بتاعتك او الفراخ بتاعتك زي ما انت عايزه. انا بصوا بسم الله ما شاء الله البركه بتحصل ازاي لما بقول لكم تقولوا بسم الله الرحمن الرحيم، وربنا يحسن ما بين ايدينا. بتلاقوا الحاجه اللي بتبقى شويه صغيرين بتلاقوها كتيره، والحمد لله. نزلت بقى بالفراخ كده كلها على بعضها كده، وهنزل بقى ببقيه كميه المكرونه. اضغطي عليها كده الاول وتسويها، وتنزلي بقى ببقيه المكرونه. بسم الله ما شاء الله، بجد البركة يا جماعة. لا اما الواحد كده يقول نسمي الله في كل حاجة، البركة بتحصل والله. يعني طاجن المكرونة الصغير انتوا شايفينه دوت، وبتاع الكوسة اللي انا عملته والله اكلنا يومين منه. يعني الحمد لله انا ما برميش حاجة، ولا عيالي بيعترضوا ان انا يبقى في اكل تاني يوم. الحمد لله عودتهم من صغرهم ان لو بقى اكل وتاني يوم هيتاكل بيتاكل، بيتسخن في الميكروف بتحسي ان انت لسه عاملاه حالا. والحمد لله عودتهم على كده. ظبط كده بقى وحط بشاميل بقى من كل حته كده لان غرقان جبنه. هجيب برضو جبنه بقى ايه موتزاريلا كده، بصوا هي سايحه معايا على بعضها بس حلوه والله، جميله، طعمها كان حلو قوي. انا بجيبها سايبه من فتح الله. ساعات بجيب الكياس اللي انا بوريها لكم كده اسمها جزل تقريبا او جزلي، حاجه ماركه نظيفه برضو حلوه قوي. عملنا بقى المكرونه اهي شلناها، نجيب بقى الطاجن الصغير التاني البياركس ده، ونعمل الكوسه. نحط بقى شرايح الكوسه نوزعها كده تحت. انا مش مكتره، انا عن نفسي انا يعني مش عايزه اقول ما بحبهاش، يعني لان حرام اقول على نعمه ربنا ان انا ما بحبهاش، انا ما باكلهاش. ولادي اللي بيحبوها، بس انا عملت على قدهم. هحط بقى كده لحمه فوق الطبقه الاولانيه على القد، برضو ما بحبش الحاجة تبقى زايدة عن حدها، المعتدل دايما بيبقى كويس. هنزل ببقية بقى شرايح الكوسة، المهم تديها تشويحة حلوة ببصلاية كده صغيرة مبشورة، وشوية فلفل اسود والبهار اللي انت هتحطيه، ومعلقة سمن عشان تدبل معاكي وتبقى واخدة نص سوا. لان مجرد ما هتدخلها بس في الفرن تاخد وش بس. بسم الله ما شاء الله جميلة هي كفت. هي كانت عندي كوسه بقى، قلت بقى بدل ما تبوظ لا اطلعها واعمل بقى ايه سفره حلوه كده تنفع للدفعه. حبيب قلبي يوسف، ربنا يا رب يحفظك ويحميك يا ابني، وتخلص على خير يا رب العالمين الجيش يا رب. ننزل بقى بشويه بشاميل حلوين كده، كل ما اجي اقول كفايه ارجع احط تاني. حاول بقى معايا بالمعلقه كده
من الجناب عشان البشاميل ينزل تحت. نحط بقى شوية جبنة برضو. يبقى احنا كده ايه، خلصنا الكوسة وخلصنا المكرونة. والدكر البط بتاعي كل شوية ببص عليه شوفوا كده استوى ولا ايه. بسم الله ما شاء الله، ما خدش وقت خالص. كده المكرونة والكوسة تمام. ايه اللي فاضل لك بقى يا نشوى؟ الرقاق. الرقاق ده جايباه من عند سمر المنظراوية كلهم، والعصافرة وسيدي بشري ونواحي ودواحي. المنظرة عارفين يعني ايه سمر. سمر ده بسم الله ما شاء الله حاجته كلها طازة 100%، يوم بيومه، مفيش حاجة بتتركن عنده. العلبة نص كيلو، انا هعمل الكيلو. هعمله بقى في البياركس ده، في الصينية البياركس دي، شوربة كده وتغرقيها يا دوبك تشيليها بسرعة لان رقنق جدا. ما بياخدش مثلا يعني يا دوبك تحطيه وتشيليه على طول، لو سبتيه بيبوش منك. وجنبك اللحمة، وجنبك برضو سمنة بلدي او زبدة او اي سمنة انت عايزة حسب امكانياتك، مش اجباري ولا اختياري، كل حاجة بصي زي ما انت عايزة، اللي موجودة عندك اعملي. لو بشوية زيت هيتعمل. تنزلي بقى تحطي كده ورقة واحدة مع واحدة، وتاخدي شوية بقى سمنة كده، بصوا سايحة كده، ترشيها كده ما بين الطبقات، كله بينزل على بعضه. خلصنا بقى اول علبة، العلبة دي نص كيلو. تفردي بقى اللحمة بتاعتك وتحطي بقى شوية سمنة الاول، وتفردي اللحمه بقى حسب ما انت بقى تحطي بقى، عايزه كتير عايزه شويه زي ما انت عايزه. ما عندكيش لحمه مفرومه وهتعملي زفر زي البط ده، تقومي واخده الكبده والانثى بتوع مقطعينهم مع بصلايه مع قرن فلفل وتحطوها، ما فيش اي مشكله. لو انت ما فيش لحمه متوفره معاكي او مش هتجيبي وهتعملي زفر زي بطه كده او فراخ، تقومي واخده الايه، الحوايج بتاعتها زي ما كان اهالينا بيقولوا زمان، الحوايج تقطعيها وتعمليها مع بصلايه وشويه فلفل اسود والبهارات وتحطيها برده. كانت ام الله يرحمها كانت بتعمل كده، لما كانت بتعمل دكر بطه او بتعمل فراخ او لحمه كانت توفر، تقوم واخده ومقطعه وعامله عليهم بصلايه وشويه بهار وحطاهم. كانت بتبقى تحفه بصراحه. ايه صينيه الرقاق. ناخد برده كل ايه الفتافيت دي نحطها في النص. بصراحة طلعت تحفة، يعني مش عايزة اقول لكم بجد بسم الله ما شاء الله، يعني اللهم صل على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. طلعت حكاية، كل الاكل طلع تحفة. انا لما بعمل الحاجة كويسة وحلوة بشكر فيها، بشكر فيها لان انا عارفة انا عملت ايه واكلت ايه وكان طعمه ايه. ما بعملش حاجة اي كلام، الحمد لله رب العالمين. وكلكم ستات بيوت شاطرين وزي الفل وبتعملوا احسن مني كمان. هنقطع بقى كده بصوا على ثلاث ايه، عواميد. وهنيجي برضو بالعرض هنقطع على 3 عواميد كده. حلوه الخرطه، حلوه كده جميله ماليه مركزها، يا دوبك الواحد ياخد الخرطه تكتمه على طول، خلاص كفايه ما تاخدش تاني. تمام كده. انا طبعا بهزر، ربنا يا رب يجعله كده الاكل كله مطرح ما يسري يمري. والف هنا وشفا ليهم. دي بقى كان فطارنا وسفرتنا لاحلى دفعه في الدنيا. الف هنا وشفا على قلوبكم، كل سنه وانتم طيبين، ويا رب يجعل بيوتكم عمرانه بالخير. وما تنسونوش من السبسكرايب واللايك والشير عشان عائلتنا تكبر بيكم. اهم حاجه اللايك والمشاركات والشير وكل حاجه حلوه اعملوها لي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.